في هذا الموعد الجديد مع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 واللقاء الذي يجمع المجموعة السادسة. المنتخب المغربي عنده الامكانيات انه يحارب وفي اول انطلاقه العرضيه، ولكن تيبو كورتوا التي يتواجد فيها الكروات اضافه الى منتخب يتابع عمليه من طرف حكيمي زياش، يرفع الشقيق ويدين عصار. هذه الكره البينيه بونو، اخرج يا بونو، صعب هذه الكره، وصعب هذه الكره. اول انذار ياتي من باتشواي، تمشي مباشره الى الركنيه للاعاده مره اخرى. كم كانت صعبه الكرات البينيه. انا قلت بان المنتخب الراسيه بونو كذلك في الكرات العاليه الراسيه خطيره، الراسيه وبعد ذلك في ركنيه ثانيه. البحث دائما على باتشواي في القائم الاول، لكن هنا بالراس تاتي كذلك الهدوء والتركيز وعدم ارتكاب الاخطاء الراسيه. عندك الكره الان يا أولاحيان سيرفع داخل منطقه الجزاء، نادي المنافس دي بروين يحاول المرور وفيها صافره. هذه الاخطاء اللي تكون خطيره جدا على مرمى ياسين بونو على مشارف منطقه الجزاء. لهذا في اول اختبار لغانم سايس القائد يوقف في الانتظار ان الكره ترفع في نهايه المطاف. هذه الكره ازار يحضر التسديده مع ازار، مرفوعه ديال الكره محمدي، حذاري المحمدي. هنا الكره من اونانا بالراس ولكن على المرمى، يحاول يمر واحد ضد واحد. يا سلام يا زياش، ولكن كره في الجهه اليمنى. ماذا تفعل يا حكيمي؟ اختراق وصلت من جديد، فيها امكانيه تسديده، التسديده الاولى يا زياش، الومضه الاولى يا زياش، اليسرى الاولى يا زياش، ولكن اعلت مرمى. وانا تيبو كورتوا يعاد مجددا لك سوابق يا زياش، عندك ذكريات جميله واهدافك امام تيبو كورتوا، فهل ستعيد الكره مره اخرى؟ لكن هنا في المحفل العالمي انصيري بعيد عن انصيري، كورتوا اضغط يا كورتوا، يا كورتوا، يا كورتوا، يا كورتوا. انصيري كان ممكن يخطف هذه الكره بالراس، غير مساعده المرحوم عبد الله بليندا المزراوي، والكرة تخرج في عملية الصعود. يلعب في دار المدافع في وضعية تسلل، يقول الحكم أول حالة تسلل تسجل على المنتخب المغربي. حكيم زياش في أرضية الميدان، ولاحظ معي الصورة دائما مرفوع الكرة وبالراس وخاطئ اليمر، يرتكز على حكيمي في انتظار العرضية. ممكن مرر الكرة لمن يا محمدي، المحمدي في متابعة هذه الكرة. نعم شوف هنا الفراغ الذي ترك في الجهة اليمنى، جهة من الجهة اليمنى. الهربة الآن، الهربة والانسلال، هي يا حكيمي، يا حكيمي، يا حكيمي، كنت أنتظر بأنك ستمرر يا حكيمي. هنا الاستلام في ضدر من دي بروين، يا دي بروين عونانا خطير هذا اللاعب. ترفع دي الكرة، عندك المحيك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش. جول 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 جول، الله أكبر، فعلان صوت، الله أكبر، فعلان صوت. زياش يا حبة المشماش، زياش يا حبة المشماش، يا سلام على الصوت. فعلوها الرجال، سجلوا في مرمى تيبو كورتوا. وين التسلل، وين التسلل؟ فعلا هدف صحيح، هدف صحيح في انتظار التأكيد من الحكم المكسيكي. مشاهدينا الكرام، اوه لا، هذا هو استاد الثمامة، واحد من جواهر الجميلة جدا هنا في قطر، واحد من الملاعب المميزة والتي تستضيف نهائيات كأس العالم في مجموعة السادسة. يتواجد فيها الممثل العربي الآخر المنتخب المغربي في مواجهته لبلجيكا في ثاني جولات دوري مجموعة كأس العالم. شوط أول تذكير أن يتم استبدال الحارس، وطبعا الكل في يا أكرد أنت الأول، يا أكرد محمدي، يا زياش، هذه كورتك يا زياش، زياش يا زياش، وزياش ممتاز يا زياش، معلش زياش في المرور، زياش يفتح لنفسه في الاستعداد. هل تمنح له دقائق مرور؟ وازار مر، ازار سدد، برافو برافو المحمدي، برافو المحمدي،
في أول اختبار مع بداية الشوط المباراة الثاني. هنا اليمينية والتموضع كان ممتاز من منير المحمدي للتنفيذ. الكرة ترفع بالراس لكن مرت عالية دون خطورة على مرمى الحارس منير المحمدي. الصور على اونانا اللي كان بالمناسبة احتياطي في المباراة. عندك زياش وفيتسيل ورغان والمرابط. عندك المحمدي بوفال في الاستلام، بوفال في الدخول، بوفال وجول على التسديدة الماضية. المهارة، الإبداع، المرور، كل شيء كان جميلا. ان شاء الله مع زكريا بوخلال وبوفال يعطي اكثر ممكن. ضربة حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة. صابري طال الصبر، طال الصبر يا عمري، طال الصبر يا عمري. سجدة للمولى تعالى، سجدة للمولى تعالى. الصبر